سؤال مباشر والجواب غادي يكون مباشر في كلمة القانون مع عبد الفتاح مؤمن. أهلا بك عبد الفتاح. السؤال اللي كيطرح علاش شنو هي الأسباب اللي خلات أشخاص استفدوا من الدعم الاجتماعي المباشر ودابا توقف؟ هناك 3 أسباب أساسية في إيقاف الدعم بالنسبة لبعض المستفيدين. السبب الأول هو ارتفاع المؤشر، يعني تحسن حالة العيش بالنسبة لبعض الأسر. بمعنى كتكون هذه الميزاجور ديال كتكون دائما تحيين ديال الأسباب اللي يمكن أنك ترفع ولا راه كنسمعوا ارتفاع المؤشر، ولكن راه كينخفض المؤشر بالنسبة للأسر الأخرى عاوتاني. كاين السبب الثاني هو أنه كاين فئات اللي كتدخل في إطار غير الأجار وخصهم يؤديوا الواجب المستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش يمكن لهم أنهم يستافدوا من الدعم الاجتماعي. وكاين بعض الفئات اللي استفادت، ولكن بعد تحيين يعني الملفات ملف على بعض تبين انهم يستفيدون من برامج دعم اخرى، ما كاينش غير الدعم الاجتماعي المباشر. كيفاش كتتم عمليه تحيين؟ التحيين كتتم عن طريق السلطه المحليه، يعني كل 3 اشهر هناك تحيين الملفات عن طريق هناك تغيير على مستوى ما كنعرفوا على انه كاين التشبيك، ما يعرف بالتشبيك، يعني مجموعه من المؤسسات اللي كتعامل مع المواطن، مثلا الاتصالات، الناس اللي كيأديو مثلا شراء سياره، شراء مثلا دار، يعني بزاف الامور اللي يمكن ان التغيير اما يطلع في المؤشر او ينخفض المؤشر. اذا توصل مجموعه من الاشخاص من استفادوا من الدعم الاجتماعي المباشر برساله نصيه على هواتفهم المحموله تخبرهم بانهم تم توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص بهم، رغم انهم سبق لهم التوصل بالدعم الاجتماعي على مدى 3 أشهر. يمكن اختزال التوقف في 3 أسباب أساسية. اولا ارتفاع المؤشر وتجاوز عتبه 9.74، حيث تتم مراجعته بشكل اوتوماتيكي من قبل السلطات المحليه باعتبار المؤشر عامل نسبي سنة وليس ثابت، يعني كيتغير. قلنا على انه السبب الثاني هو سبب تقني اداري، هم فئات معينه كالمطلقات والارامل اللواتي طلب منهن تقديم معلومات اضافيه عن الزوج المتوفي، وهناك مراجعه لوائح المستفيدين. مكنت كذلك من اكتشاف فئات لا تدخل في اطار الدعم كالارامل المستفيدات من صندوق التكافل الاسري، والمطلقات المستفيدات من النفقه، والمستفيدين من برامج اوراج، او العازبين المسجلين كفرد في عائله يعول والاب، او المستفيدين من صندوق الضمان الاجتماعي، او اصحاب المحلات التجاريه المؤدين للضرائب، او المتقاعدين، او الزوجات اللواتي يستفيدن ازواجهن من الضمان الاجتماعي. هناك سنة الفئه الثالثه وهم المهنيون والعمال المستقلون والاشخاص الغير اجراء والمقاولون الذاتيون والذين يؤدوا مستحقات او لم يؤدوا مستحقات الضمان الاجتماعي فيما يخص واجبات التغطيه الصحيه. يعني كاين توقيف الان يمكن نعتبروا انه توقيف مؤقت باعتبار انه يؤدوا الواجبات اللي عليهم، ومن بعد يمكن لهم يستافدوا. اذا فهمت من كلامك انه مساله المؤشر هي نسبيه ماشي ثابته، يعني كانه المؤشر كلما انخفض ممكن ترجع تستافد، ارتفع ما ترجع ما يمكنش تستافد. الناس السنه كيتسائلوا مثلا كيفاش كيرتفع المؤشر، كيفاش مثلا غير مثال بسيط. مثلا واحد الاسره فيها واحد الاب والام وعندهم واحد الابن مثلا متزوج ومعاهم في نفس مثلا الشقه، هذاك الابن مشى دار اسره بوحده وبالتالي دفع ملف حتى هو في الدعم الاجتماعي. اذا هو في الوقت اللي كان هذاك الاب عنده ابن اخر كيعيلو ما بقاش عنده، اذا يعني انخفض ليه المؤشر. هذا هو يعني من الاسباب. كذلك كنعرفوا على انه يعني المساله ما متعلقش بالدخل. المغرب ما كيحددش الان الدعم بناء على الدخل، كيحدد بناء على نمط العيش، وبالتالي قد ما كان نمط العيش منخفض قد ما كنستافدوا قد ما ارتفع. والناس اللي ما كتخلصش الواجبات طبعا الناس اللي ما كتخلصوش الواجبات مثل الحرفيين وشي حاجه ممكن انه يخلص هذا الدعم. فهمت من كلامك وانا كنسمع لك عبد الفتاح انه كاين هما اشخاص عندهم الحق في الاستفاده من الدعم الاجتماعي المباشر، توقف لهم واش كاينه فرضيه يسترجعوا قيمه الدعم؟ إذا كانت نعم كيفاش؟ هاد جوج تكلمنا على 3 الفئات، يعني 3 الاسباب. بالنسبه يعني الناس اللي يرتفعوا من المؤشر ينخفض لهم المؤشر مثلا لسبب من الاسباب، ممكن الانسان يكون خدام ما يبقاش خدام ولا شي حاجه، يقدر يعاود يستافد من جديد. والفئه الاكثر يعني اللي كتشمل 45,000 اللي هي الغير الاجراء، يعني الناس النجار الصباغ، هاد الناس اللي عندهم مهن اللي خصهم يأديو الواجبات ديال التغطيه الصحيه الاجباريه، والوقت اللي غيديو التغطيه الصحيه الاجباريه راه يمكن يستأنفوا يستأنفوا الاستفاده من الدعم المباشر باثار رجعيه، يعني حتى الشهور اللي ما خداوش فيها يمكن ياخذوا. شنو خصهم يديروا؟ اولا بعد مرور كما قلنا حوالي سنه ونصف على الشروع في تطبيق نظام التأمين الاجباري الاساسي على المرض لفائده المهنيين والعمال المستقلين والاشخاص غير الاجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا. برزت أولى الصعوبات التي تواجه هذا النظام وتتعلق بعدم قدرة فئة من المعنيين على دفع مساهماتهم لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه الوضعية دفعت الحكومة إلى إلغاء الديون المستحقة للصندوق الضمان الاجتماعي، وهذا مهم سنة، وأنه الناس اللي كيتسالوهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مثلا سنة أو لا سنة و3 أشهر غيخلصوا غير من شهر 11 لهنا في إطار الإلغاء اللي كنا كنعرفوا اللي تكلمنا عليه. وقفتي عند هذه النقطة ديال الإلغاء، والآن ولكن خصو يكون منتظم من بعد سنة، يعني أنه
خاص يكون هناك الغاء ديال الاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات الواجبه، وينتهي اجل هذا الاعفاء نهايه هذا الشهر الحالي سنه. ويجب على هذه الفئات اداء متاخرات الصندوق ابتداء من نوفمبر الماضي، يعني انه الناس اللي كتسالهم مثلا عام وثلاث شهور غيخلصوا غير 5 شهور ابتداء من شهر 11 لهنا، ولكن قد ما زادوا الشهور غير هو نهايه هذا الشهر الا ما خلصوش انتهاء الاعفاء، وبالتالي غيضطروا باش يخلصوا كل شيء داكشي اللي داز باش يمكن لهم يستافدوا اولا من الدعم الاجتماعي المباشر، ويستافدوا كذلك من التغطيه الصحيه لانها هي كتوقف. هذه نقطة مهمة جدا وخصنا نرجعوا لها بشكل مستفيض، أنه نهاية شهر أبريل كتسالي مدة الإعفاء اللي حددها صندوق الضمان الاجتماعي. شكرا لك عبد الفتاح مومن، وإلى كلمة القانون الأربعاء المقبل إن شاء الله. ان شاء الله. إلا شتي الفيديو عجبك ما تنساش دير لايك، اشتراك طبعا إلا أول مرة كتشوف القناة وبغيتي تتابعنا، دير اشتراك وفعل خاصية الجرس باش ديما يوصلك الجديد إن شاء الله. شكرا لكم، نتلاقاو في فيديو جديد.